ومما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما علمت، يقول لعائشة رضي الله عنها، أني اتخذت عند ربي عهدا لن يخلفنيه، إني قلت: اللهم إني عبد من عبادك أخطئ كما يخطئون، وأجهل كما يجهلون، وأغضب كما يغضبون، وإني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، فأيما عبد سببته أو شتمته أو لعنته أو آذيته أي بنوع من الأذى أو بدرت مني إليه أي بادرة يعني سوء فلا تعذبني فيه، اللهم اجعلها له كفارة وطهارة وصلاة وزكاة ورحمة وقربة ورفعة ترفعه بها درجات في الدنيا والآخرة. مثل هذا يحفظه الإنسان ويدعو به لمن يذكر أنه أساء إليه ولمن لا يذكر، مثل ما جاء في الحديث: أيما عبد، لأن الإنسان ينسى، ما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب، فيعمم: اللهم أيما عبد سببته أو شتمته أو لعنته أو اغتبته أو آذيته بنوع من الأذى أو بدرت مني إليه أي بادرة أو انتفعت بشيء من ماله بغير وجه حقه